السلام عليكم مرحبا، كنتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير ولقاكم هذا الفيديو ان شاء الله في احسن الاحوال. اليوم بغيت نشارك معكم هذا الفيديو هذا اللي كنت صراحه ما كنتش عواله عليه. كنت بغيت نصايب واحد السباغيتي بالصوص بلونش، وقلت علاش لا نشارك معكم ونشارك مع حبابي الفيديو. الصراحه ما مصورش مزيان، ولكن قلت علاش لا نصايب نشاركه معكم. معليش. اليوم كي كتشوفوا معايا غادي نصايب صوص بلونش، وغادي نرافقها بسباغيتي، وعندي الصدر ديال الدجاج ديال الدجاج، وغادي نصايب به سباغيتي. المهم شاهدوا الفيديو. هنايا غادي نقول لكم كي الطريقه اللي صايبتها بها. صراحه كتجي صراحه بنينه وسهله بالنسبه للناس اللي خدامين وما عندهمش الوقت باش يصايبوا الاكل، او انهم يصايبوا طاجين ويصايبوا شي حاجه، ولا مليتوا من الاكل المعتاد ممكن تستعملوا هذه الطريقه. هذه صراحه فعاله وش سهله. كي كتشوفوا معايا خديت السباغيتي، غادي نسلقها في الماء مع شويه ديال الزيت وورق ديال الرند، ومن بعد غادي ندوز نصايب الصلصه اللي غادي ناخذ تقريبا غادي ناخذ ملعقه ديال الزيت، غادي نحك فيها ضرس ديال الثوم، ومن بعد غادي نقليه شي شويه على الزيت، ومن بعد غادي نضيف ليه الكريمه، واحد 200 ملل ديال الكريمه، تقريبا كاس ديال الكريمه ديال الطبخ. المهم غادي نضيفها وغادي نخليها على النار هادئه، وغادي نضيف ليها تقريبا واحد كاس ديال الماء ديال السلق ديال سباغيتي، ومن بعد غادي نحرك مع التحرك المستمر. غادي نضيف لها قليل من الابزار اللي هو بزار، ومن بعد غادي نضيف ليها شويه ديال الملح ورشه ديال جوز الطيب اللي هي الكوزه، اللي هي السر الصراحه ديال اللي كيستعملوا المطاعم في هاد لي صوص هادو، هو الجوز الطيب اللي كتجي بنينه، هي اللي كتعطي المذاق الصراحه، ما كتواتى مع الكريمه. وغادي نحرك حتى نحصل على صلصه خاتره، وبعد غادي نضيف لها تقريبا واحد 2 ملاعق حتى 3 ديال الجبن الكريمي، او ممكن استعمال لافاش كيري، الكريمه داك الجبن المثلثات، تقريبا واحد 3 ديال المثلثات ديال الجبن، وغادي نحاول نذوبو في الصلصه ديال الكريمه. ومن بعد غادي تكون طابت ليا ديك سباغيتي، غادي نصفيها من داك الماء، وغادي نضيف لها نضيفها للصلصه، وغادي ناخذ الدجاج، الصدر ديال الدجاج اللي كان عندي انا متواجد مصايبه من قبل في الفران. ممكن انكم تاخذوا الصدر ديال الدجاج اللي كيكون بقى لكم من الدجاج اللي كتدخلوا الفران، او ما هو كيكون نقي وما عرفتوا ما ديروا به باش ترافقوه مع سباغيتي، كيجي زوين. وممكن توجدوه تاخذوا الصدر ديال الدجاج، غادي تدخلوه في واحد لا ماريناد، واحد تقريبا تتبيله اللي كتكون الملح، شويه ديال الابزار، شويه ديال التحميره او الفلفل الاحمر، وشويه ديال الاوريغانو اللي الزعتر، وغادي تخليوه واحد المده. ومن بعد مع 3 المعالق ديال الياغورت على حسب الكميه ديال الصدر ديال الدجاج. ومن بعد غادي نخليوه، ومن بعد نماركيوه في المقلاة مع شويه ديال الزيت، او ممكن ندخلوه في الفران حتى يطيب ليا داك الصدر ديال الدجاج. ومن بعد نخرجوه غير يبرد، غادي نبقى نقطع فيه قطع متساويه، وغادي نضيفو نقدمو مع سباغيتي. صراحه كيعطي مذاق رائع وزوين. انا بالنسبه ليا كيعجبوني هذا النوع ديال لي صوص. اتمنى هذا الفيديو ينال الاعجاب ديالكم، وتشاركوا مع احبابكم، تخليوا لي الاراء ديالكم، وسمحوا لي على الكاليتي. صراحه ما عنديش الماتيريال ومازال صراحه ما ناوياش انني نستعمل الماتيريال حتى نشوف ان هذا الفيديو بداو كينالوا الاعجاب ديالكم وعليهم اقبال، ومن بعد غادي نشوف نطور من هاد لي فيديو هادو. نتمنى ما نكونش طولت عليكم، ما نكونش ثقيله على قلبكم. ما تنساوش تخليو لي اشتراك ديالكم باش تتبعوا القناه، ونخليكم في امان الله.